السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أحبائنا في الله، أهلا بحضراتكم. اسمحوا لنا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة مع ضيفنا اللي مشرفنا، ضيفنا الكريم شيخنا الفاضل اللي مشرفنا في الاستوديو، وموضوع الحلقة الرئيسي عن خلق الصفح عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، إن احنا نقدم لكم بعض الحكم. هذه الحكم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام مش بس وصل لنا القرآن بكل ما فيه من معاني جميلة وآيات جميلة، وأيضا الأحاديث الشريفة اللي وصلتنا على لسانه شخصيا، ولكن أيضا على لسان الصحابة وصلتنا الكثير من الحكم تعلموها من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لو تعلمناها في حياتنا واتبعناها في حياتنا لفادتنا في حياتنا وفي آخرتنا. يعني على سبيل المثال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. وده بيدل على أهمية الوقت عند المسلمين جميعا وعند الناس جميعا، ازاي ان احنا نهتم بالوقت ولا نضيع الوقت، سواء في حياتنا وعباداتنا وأذكارنا، أو سواء في عملنا اللي يفيدنا في حياتنا ومستقبلنا في حياتنا الدنيوية. أيضا الصحابي يحيى ابن معاذ رضي الله عنه قال: مسكين ابن آدم لو خاف النار كما يخاف الفقر لدخل الجنة. اللهم ارزقنا يا رب الفردوس الأعلى يا رب، واحفظنا من النار. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الأحباء إلى فقرة هل تعلم، وأول فقرة أعدتها لكم أسرة البرنامج هي أول ما يرفع من أعمال الأمة الإسلامية الصلوات الخمس، وهذا يدل على أهمية الصلاة في حياة الإنسان وضرورة المواظبة عليها. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأول من يقرع باب الجنة هو سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا صحبة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الجنة في الفردوس الأعلى بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام موضوع حلقتنا الرئيسي النهاردة بإذن الله هو الصفح في خلق النبي. النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. إن شاء الله بعد الفاصل هنلتقي بشيخنا الكريم دكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، بنجدد الترحاب بحضراتكم وبنرحب بشيخنا الكريم الفاضل اللي مشرفنا في الاستوديو النهارده، فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، والقرآن دلنا كيف كان الرسول يتعامل وكيف كان يعلمنا من خلال الآية الكريمة عند الإساءة اللي بتقول فيها في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي آية أخرى أيضا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن من خلال هذه الآيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال لها: نعم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هي كلمة واحدة أجابت بها أمنا عائشة رضي الله عنها، ولكنها كلمة معبرة وفيها دلالة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنيا ولا عجب، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي بلغ القرآن، وهو الذي دعا بالقرآن. فكان صلى الله عليه وسلم أفضل من تمثل بالقرآن، وأفضل من دعا بالقرآن، وأفضل من تخلق بالقرآن، لدرجة أن الإمام ابن كثير رحمه الله قال في معنى هذا الحديث: معنى كان خلقه القرآن أي أن القرآن صار سجية وطبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه أفضل فما الصلاة من والسلام. أمر أمره القرآن إلا وأتمر به، وما من نهي نهاه عنه القرآن إلا وانتهى عنه، فكانت حياته العملية وسيرته صلى الله عليه وسلم خير تعبير عن القرآن الكريم. ومن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجدها هي الجانب العملي لما في القرآن الكريم. كذلك لابد أن يعلم المسلم أن رسالة الإسلام في الصميم هي رسالة أخلاقية. الإسلام جمع بين العقيدة والشريعة. العقيدة معروفة، أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، والشريعة المقصود منها أن نتعلم كيف يعامل بعضنا بعضا، وكيف نتعامل حسب ما أمرنا الله سبحانه وتعالى. فالشريعة في هذا الجانب هي معبرة عن الأخلاق. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم، وليس الاعتداء. أداة قصر. نعم. نعم. أي كأن رسالة الإسلام جاءت من أجل الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وهذا فيصل الكلام. كلنا نريد أن ندخل الجنة، وفي صحبة النبي عليه الصلاة والسلام نريد أن نقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة كانوا يبكون لأنهم يريدون أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عن ثوبان خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في يوم بكى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، إنني لا أطيق فراقك في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ وإن دخلت الجنة فلن أكون في منزلتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان، أما أبكاك غير هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما أبكاني إلا هذا. قال له: أبشر يا ثوبان، فإن المرء مع من أحب يوم القيامة. فما فرح الصحابة بشيء كفرحهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد أن يكون معي في الجنة وقريب مني في الجنة فعليه أن يتنافس في الأخلاق. نعم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والله سبحانه وتعالى لما أراد أن يثني وأن يبين فضل حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثنى على أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. تمام. يعني من حسن الأخلاق الصفح. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيتميز في خلقه بالصفح والتسامح. نعم. يعني هذه خلق القرآن اللي ذكرناها في الآيات. فياريت حضرتك تذكر لنا كيف كان الصفح في حياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما معنى الصفح؟ كيف يكون؟ إذا كانت الأخلاق الحسنة هي لب الإسلام، فإن في القلب منها خلق الحلم والصفح. لذا قيل: الحلم سيد الأخلاق. نعم. لدرجة أن الحلم في معناه الأكمل والأسمى والأعلى خلق من أخلاق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الخالق القادر المقتدر، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وأمره تمام. بين الكاف والنون. نعم. كان حليما وما زال حليما وغفورا ورحيما بنا سبحانه وتعالى. إن الله كان حليما غفورا. فإذا كانت الذات العلية، إذا كان الله سبحانه وتعالى حليما، ألا يحلم بعضنا على بعض؟ وألا يرحم بعضنا بعضا؟ من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الحلماء. بل إن الحلم صفة الأنبياء جميعا. حينما نتأمل ما حدث بين هود وبين قومه. قوم هود قالوا له: إن لنراك في سفاه وإن لنظنك من الكاذبين. أظن هذه يعني شتيمة بالغة.
قالوا إساءة له إلى أنت النبي سفيه، عليه الصلاة والسلام. أنت سفيه وأنت كذاب. بماذا رد عليهم؟ قال يا قوم ليس بي سفاه ولكني رسول من رب العالمين. لم يقل لهم أنتم السفهاء وأنتم الكذابين، بل قال نفى التهمة عن نفسه فقط. قال يا قوم ليس بي سفاهة وإني رسول من رب العالمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون نعم. قالوا سلاما. يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الموقف اللي حضرتك بتذكره بيضرب لنا أكبر مثل لتنفيذ هذه الآية الكريمة. هذا الموقف كان يخص نبي الله هود. هذه الآية تخص نبي الله هود. النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعلمها لنا. نعم. كل المسلمين. وإلا لماذا نزلت ولماذا ذكرها الله في القرآن الكريم؟ نحن مخاطبون بما كان عند الأنبياء السابقين. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الحلماء لدرجة أن حلمه صلى الله عليه وسلم بلغ حدا يكاد يكون بعيدا تمام البعد عما نراه الآن، ويكاد يكون حلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب أن نلتزمه وأن نتمثل به إلا بمعونة من الله سبحانه وتعالى. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، طلب صدقة، طلب مساعدة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في نفس الرجل وفي تعبير الرجل شيء، فقال له هل أحسنت إليك؟ فقال لا ولا أجملت. فغضب الصحابة وهموا بالرجل، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفوا عنه ودعوه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأعطى الرجل شيئا آخر وقال له هل أحسنت إليك؟ فقال نعم يا رسول الله أحسنت وأجملت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحابي في نفسهم شيء منك، فهلا أخبرتهم بما قلت لي الآن؟ فلما كان الغداء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل سألنا فأعطيناه وزعم أنه رضي، فهل رضيت على الملأ؟ فقال الرجل الأعرابي نعم يا رسول الله رضيت وجزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن مثلي ومثلكم كمثل رجل شردت عليه بعيره فاتبعها الناس فما زادوها إلا نفورا، حتى قال صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي فأنا بها أعلم، فأخذ لها من قمام الأرض وذهب بين يديها حتى جاءت إليه فأمسك بها ووضع عليها حملها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركتكم وقتلتموه لدخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف بخلقه العظيم يحول الرجل من حالة إلى حالة، من حالة أنه لو قتل وهو يستحق القتل لا يدخل النار، إلى حالة أنه أصبح راضيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم وهو يصف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن الإساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أن كان حيا يرزق وهو يدعو إلى هذا الدين الكريم الدين الإسلامي، فأي إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نقابلها بما قابلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مع الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الإساءة بالإحسان، فهو صلى الله عليه وسلم مسؤول عن شخصه الكريم، هو الذي يقابل الإساءة بالإحسان. أما أنا كمسلم فواجب علي أن أغضب إذا أسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أعتدي. بالتأكيد. ديننا دين السلام ليس دين الاعتداء. واجب علي أن أغضب. نحن لسنا ديايثة
حتى نقر الخبث في أنفسنا أو في ديننا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. حينما نرى إساءة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإساءة التي نراها اليوم، يجب علينا أن نغضب، ويجب علينا أن نعلن غضبتنا، ويجب علينا أن نعبر عن غضبتنا، ويجب أن نظهر هذه الغضبة للعالم كله، ويجب أن نرسل رسالة للعالم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لسنا على أخلاقه كما ينبغي إلا أننا نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبنا لأنفسنا. وإن كنا في طور الآن من أطوار التخلف الحضاري، وإن كنا لسنا جديرين بتمثيل الإسلام ولا التعبير عن أخلاق الإسلام، إلا أننا في داخلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. نحن غير جديرين بذلك لأننا لا نتبعه كما ينبغي زي ما حضرتك ذكرت. نعم. ومن هنا أنا أحب يعني أن ننقد أنفسنا نقدا ذاتيا. نعم. قبل أن نلقي باللائمة على الذين أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفونه ولا يعرفون دينه ولا يتكلمون لغته، أحب أن نعاتب أنفسنا لأننا قصرنا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود جعلوا من قضية الهولوكوست قضية عالمية مقدسة، لا يستطيع أحد أن ينكر الهولوكوست أو يشكك في الهولوكوست. حتى الصحيفة شارلي إبدو هذه من شهرين كان فيها صحفي آوز في حق اليهود، فصل. أصبحت الإساءة لليهود الآن ممنوعة عالميا بما لهم من ضغط وبما لهم من لوبي، وهم أقل منا عددا وعدة، ووصلوا إلى هذه الحالة من تقديس الهولوكوست. ألا نستطيع نحن أن نصل بكل ما نستطيع من قوة إلى تقديس النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تعريف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد أن تكون غضبتنا هذه غضبة إيجابية، بمعنى ليست غضبة حنجورية فقط نسير المسيرات ولا غضبة فيها اعتداء. الاعتداء هذه قضية مرفوضة تماما. ولكن أنا أريد أن تكون غضبتنا المشروعة هذه غضبة إيجابية. نريد أن نسير المسيرات ولكن لا نقف عند هذا الحد فقط. أنا أريد أن تخرج بعثة من الأزهر الشريف إلى هذه الصحيفة. تتذكري ساركوزي حينما أراد أن يمنع النقاب جاء للأزهر. من باب أولى نحن أن نذهب إليهم ونقول لهم هذا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الآخر الذي لم تعرفوه. نقول لهم اقرأوا لمفكريكم أنتم. برنارد شو، هل يجهل أحد المفكر الإنجليزي المشهور برنارد شو؟ برنارد شو قال لو أن محمدا نبي الإسلام حيا اليوم لحل مشاكل العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. مايكل هارت هذا الكاتب الأمريكي المرموق ألف كتابا اسمه الأبطال، ترجمه أنيس منصور بعنوان العظماء و100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل بمعادلة رياضية أراد أن يقيس أعظم الناس تأثيرا وبطولة في العالم. لا يهمه ناحية الصلاح أو ناحية الطلاح، ولذلك جاء بهتلر وجنكيز خان في هذه الموسوعة، ولكن هو يقصد التأثير، فوجد أعظم من أثر في هذا الكون هو محمد صلى الله عليه وسلم وقدمه. ولكن يعني هم لم يقرأوا أيضا ما قاله هؤلاء المفكرون. نعم. واجب علينا نحن أن نخاطبهم باللغة التي يفهمونها وبطريقة التفكير التي اعتادوا عليها. نقول لهم اقرأوا لمفكريكم، اقرأوا لعظمائكم. ماذا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال غوستاف لوبون؟ غوستاف لوبون كان يتساءل هل هناك أحدا مشى على الأرض أعظم من محمد؟ هؤلاء هم قممكم حينما قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال غاندي؟ غاندي كان يقول كنت أستلهم روح القوة وأنا أقرأ سيرة نبي الإسلام. فنحن قصرنا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. على الأزهر الشريف دور جامعا وجامعا، على الحكومات العربية، على الدبلوماسيين دور،
أن يعرفوا الآخرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، على الجمعيات الثقافية، على المؤسسات الصحفية، على كل مسلم في دينه محبة، وفي دينه واجب لابد أن يؤديه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في عنقه أمانة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. فنريد أن يكون هذا الغضب غضب إيجابي، نريد أن نوصل رسالتنا. لكن أحب أن أؤكد على أمر مهم، رسالتنا رسالة سلام حتى مع المعتدي، حتى مع المتجاوز. فإن تخطيناها إلى العنف وإلى إراقة الدماء فنحن الذين خسرنا القضية، ونحن الذين والنبي صلى الله عليه وسلم ستشوه صورته عندهم أكثر وأكثر. نعم. وسيشوه الإسلام أكثر وأكثر. لكن مع غضبتنا الشديدة ومع حزننا العميق نحن نضبط أنفسنا ونبعث برسالة سلمية وبرسالة أخلاقية، خاصة أن هذا كان هو تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه. نحن لا نأخذ هذا الموقف عن ضعف. يعني لابد أن يصل إلى العالم كيف دافع النبي نفسه عن نعم. الإساءة إليه. نعم. أنا أقول للمتحمسين والمتعجلين، لأن كلامي هذا ربما لا يرضي نهم المتحمسين الذين يريدون أن يعبروا عن غضبهم بالعنف وبالقوة. أقول لهم انظروا ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من أساء إليه، وإساءة بالغة. عبد الله بن أبي بن سلول ألم يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه؟ ومن المعروف من قديم أن عرض الرجل أعز عليه من حياته. أكيد. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. فما بالنا إذا كان هذا العرض هو عرض رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خيار من خيار. ويتهم من؟ السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. اتهم عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، واتهمه في اتهامات شتى. وينزل القرآن الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ويحدث ما يحدث، ويموت عبد الله بن أبي بن سلول، ويأتي ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله اعف عن أبي، فيقول: عفوت عنه. يا رسول الله استغفر لأبي، فيستغفر له. يا رسول الله صل على أبي، فإنك إن لم تصلي عليه فلن يصلي عليه أحد من المسلمين. فيصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يصلي عليه، حضرتك شوف مقابلة الإساءة كيف يعني لدرجة أن سيدنا المثل بالإحسان. نعم. يعني سيدنا عمر لم يتحمل، وأنت تعلمين قوة سيدنا عمر. قال: يا رسول الله أتصلي عليه وهو منافق؟ قال له: دعني يا عمر، فإن الله قال: استغفر لهم أو لا تستغفر. خيرت فاخترت أن أستغفر له. بل الأعجب من هذا، ابن عبد الله بن أبي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعطني ثوبك أكفن فيه أبي لعل الله أن يرحمه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي تجاوز في حق عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في حياتنا يا شيخنا إزاي نحن نطبق هذا التسامح والصفح؟ إحنا في أبسط الأمور لا نصفح ولا نسامح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا. آمين يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني لن أستطيع بعد خطبة الجمعة أو بعد درس أو مشاهدة برنامج أن أغير أخلاقي من النقيض للنقيض، ولكن التدرج سنة إلهية وسنة إسلامية. إنما الحلم بالتحلم. أحاول أن أقلل من غضبي شيئا فشيئا، أحاول أن أهذب من أخلاقي شيئا فشيئا، أحاول أن أضبط أعصابي شيئا فشيئا، أحاول أن أكبح جماح نفسي شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الناس بعدم الغضب،
في الأمور التافهة، في الأمور الدنيوية. في حديث شريف نعم صريح لا تغضب. أكثر نعم، جاءه أعرابي قال يا رسول الله أوصني، قال له لا تغضب. لا تغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم، يعني القوة فيكم والغلبة فيكم. قالوا الذي لا يصرعه الناس. قال صلى الله عليه وسلم إنما من يملك نفسه عند الغضب. جاءه أعرابي وقال يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعير أخاك بما تعلم فيه وإن عيرك بما يعلم فيك. يعني حضرتك يا الخلق الجميل، يعني من أساء إلي وعيرني بخلق فيا أو بأي شيء فيا لا أرد عليه بنفس هذه الإساءة. عند العالم كله أن الجزاء من جنس العمل. تمام. جزاء من جنس العمل. عندنا نعم الجزاء من جنس العمل، ولكن أحيانا يكون الجزاء أفضل من العمل. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا انتقلت من المعاملة المثلية بيني وبينه إلى معاملتي لله سبحانه وتعالى. يا رب أنا عفوت عنه لوجهك الكريم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وحينما وصف الله عباد الرحمن، هؤلاء العباد الذين رضي الله عنهم وأرضاهم وخلد صفاتهم في القرآن حتى نتعلم منها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سلام سلام. الحقيقة نتمنى جميعا، يعني احنا نتمنى أن نتحلى بهذا الخلق الكريم ونعود للصف عند النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف اللي مشرفنا في الاستوديو، وكنا توقفنا فضيلتك قبل الفاصل عند الآية اللي ذكرنا فيها الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عباد الرحمن وصفتهم الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف ننفذ تعليم هذه الآية عند الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ننفذها في حياتنا الشخصية؟ قال الله سبحانه وتعالى في وصف عباده الرحمن في الصفة الثانية من هذه الصفات وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى سلاما؟ هل معنى سلاما أي أن أقول له السلام عليكم وأنصرف؟ قال العلماء معنى سلاما أي قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم، ربما يرد من الذنوب ويدافع ويجادل ويصحح المعلومة ويبين الموقف، ولكنهم يسلمون من الإثم. ليس كما كان العرب يفعلون قبل الإسلام. كان العرب يردون على الإساءة بمثلها وأكثر، يردون الصاع صاعين والضرب ضربتين، كما قال أحدهم وهو يفتخر ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكان شعارهم في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ما بدون فهم لهذا المعنى أقف معه سواء كان ظالم أو مظلوم. مظلوم أقف معه، ظالم أقف معه. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذه المفاهيم وصحح هذه المعاني. فمعنى قالوا سلاما أي قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. أنا أريد أن أطبق هذه الآية الآن في هذه الحادثة، حادثة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أقول قولا أسلم فيه من الإثم. لن أستطيع أن أسلم من الإثم إلا إذا حدثتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. هذا هو المنهج الرباني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما طبقه النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وحدث فيها ما حدث، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه فوجدهم صرعى ووجدهم قتلى. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فوجده مبقور البطن ممضوغ الكبد مقطوع الأنف مقطوع الأذنين. لا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد
ضرب على ظهره ضربة اشتكى منها شهرا وهو يشتكي من هذه الضربة، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وقطعت يد طلحة وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يوما عصيبا. أكيد. ومع ذلك ومع ذلك النبي صلى كيف الله رد عليه هذه وسلم الإساءة؟ وقف على جثث أصحابه رضي الله عنهم جميعا، والحزن يملأ قلبه، فقال له أحد الصحابة يريد أن يسلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ادعو عليهم، ادعو على هؤلاء الكافرين. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا الدعاء. نعم. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم قابل الأذى هذا كل نعم. الأذى نعم. بالدعاء لهم. نعم. وفي موقف آخر قالوا له يا رسول الله ادعو عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه قط، كل الأنبياء دعوا على أقوامهم، إلا أن سيد الأخلاق وسيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم لم يدعو على قومه، وإنما خبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. هكذا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء ومع المعتدي. فأنا حينما أتعامل مع المسيئين ومع المعتدين ومع المتجاوزين في حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالصفح وبالحلم، وفي نفس الوقت بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس موقف ضعف، ولكن هذا هو الموقف الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه. وكيف لا يترجم مواقفنا إنها مواقف ضعف في حياتنا اليومية بصفة عامة؟ هو للأسف الشديد نحن في حالة ضعف، حقيقة نحن في حالة ضعف. أمريكا أمس كانت تنتقد الحكومة المصرية من أجل حقوق الشواذ ومن أجل حقوق أظن يعني بعض الناس المنحرفين. أمريكا تنظر إلى الشواذ أنهم هي تعطي لهم حق، أنهم ناس، نعم. أنه إنسان وله حق، وله حق. هذه نظرتهم. فما بالنا بأعظم إنسان هو محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. إنسان يتبعه 1.5 مليار، إنسان مقدس عند أمة من أكبر الأمم، عند سدس البشرية. كيف لكم تتجاوزوا في حق هذا الإنسان؟ أليس له حق أيضا؟ نعم. أليس له حق عند أحبابه وعند أتباعه وعند مريدين؟ لماذا لم تجعلوا الإساءة إلى الأنبياء جميعا من المحرمات؟ لماذا لم تجعلوا الإساءة للأنبياء خطا أحمر؟ وقد طالب الأزهر بذلك، أن يخرج ميثاق أممي يحرم الإساءة إلى الأديان وإلى الأنبياء جميعا. نحن نريد أن نوصل هذه المعلومة، نريد أن نجادلهم بهذا الفكر، نعم. نريد أن نحاورهم بهذه الطريقة. ولكن ماذا نستفيد لو قتلنا هذا المسيء؟ أولا يعني أنا أذكر السادة المشاهدين بآيات بالفيلم الذي أسيء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم من سنتين، الفيلم الدنماركي. الرجل الذي أنتج هذا الفيلم هولاند، أين هو الآن؟ أسلم وحج العام الماضي وبكى أمام الكعبة، لا إله إلا وهو الله. الآن ينتج فيلما للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. وأسلم ابنه بعد ذلك. نحن نريد هذا المسلك، لأنه عرف النبي. كان يستطيع أحد المتعجلين والمتحمسين أن يقتل هذا الرجل، ولكننا أن نقلناه من محيط الكفر إلى محيط الإسلام، إلى محيط الإيمان، إلى محيط الهداية، عن طريق الحوار وعن طريق الدعوة بالتي هي أحسن. ما المانع أن الذين أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحاورهم وربما تصحح لهم المعلومة؟ لأن المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم نوعين. في مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم من الغرب وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة مشوهة عنده تماما، هذا الرجل التمس له العذر. هذا ابن بيئته، فإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه،
هو لا يعرف إلا ذلك، هو صادق مع نفسه، لأن هذه هي الصورة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم في ذهنه. هو يحكم أيضا على المسلمين من خلال الصفات اللي موجودة فيهم، نعم. اللي هي لم يعلمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نعمل، كيف نتقن العمل. نعم. هذا كلها في أحاديثه الشريفة. نعم. وربنا سبحانه وتعالى دعانا في القرآن إلى العمل. نعم. ونحرص على ما ينفعنا. نعم. يعني هم بيحكموا. نحن في الحقيقة بنمثل ونقدم صورة سلبية للإسلام. كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمة الله: الإسلام الآن كالقضية العادلة ولكن في يد محام فاشل. ديننا أقوم الأديان وأعظم الأديان وأفضل الأديان، ولكننا لسنا جديرين بتمثيل هذا الدين. نحن نقدم صورة سلبية عن هذا الدين. وهناك من الغربيين من ينظرون للإسلام ولنبي الإسلام نظرة من خلال ما يرونه من سلوك المسلمين. يعني هؤلاء الناس نلتمس لهم العذر. هناك صنف أيضا من الغرب أكل الحقد قلبه. هو يعرف نبي الإسلام ويعرف عظمة الإسلام، ولكنه يتكبر أن تدين أوروبا بالإسلام، أن يكون الإسلام أكثر الأديان انتشارا مع ما فيه من ضعف في أتباعه. هؤلاء هم الذين قالوا أن أوروبا ستتحول للإسلام في عقد أو في عقدين. من هنا فإنهم يشوهون صورة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويفعلون هذه الأفعيل بقصد أن يبعدوا الإسلام عن أوروبا. لابد أن يكون التعامل مختلف مع ناس تجهل حقيقة الإسلام، تجهل قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع إنسان أكل الحقد قلبه. ولكن أن نتعامل، نقابل العنف بالعنف ونقابل الإساءة بالإساءة، هنا نخسر القضية. من صفات عباد الرحمن أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم. وهذا ما نريد أن نطبقه في هذه الحادثة التي نعاينها من إساءتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أفضل وسيلة اللي احنا ندافع بها نحن كمسلمين ونعطي صورة طيبة للإسلام أن نحن نتحلى بخلق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أين هذه الأسوة الآن في أرض الواقع؟ أين هذه الأسوة؟ والله يعني كثير منا يظلم النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد المسلمين. يعني الإنسان يستمع كثيرا لمن يسب الدين في الشارع، وهذا رجل يعني اسمه محمد واسمه أحمد واسمه محمود، وهو يسب الله ويسب الرسول وفي بلاد المسلمين، فما بالنا بغير المسلمين وفي بلاد غير بلاد المسلمين. فمن هنا نريد أن نقول نبدأ بأنفسنا، ونحن نستطيع أن نغير هذه الصورة للأفضل إذا ما عدنا للإسلام عودا حميدا، وإذا ما تغيرت أخلاقنا. وصدق الله العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنا أهيب بكل مسلم حزن على ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، أكيد، وغضب من أجل هذه الإساءة أن يرد ردا عمليا، أن يقول: يا رسول الله عذرا، يا رسول الله عذرا، أنا قصرت وأنا أخطأت، وأنا سآخذ على عاتقي أن أصحح هذه الصورة للناس. إن استطعت أن أراسل لهم أراسل لهم، إن استطعت أن أكتب إليهم أكتب إليهم، إن استطعت أن أهاتفهم أهاتفهم، إن استطعت أن أتواصل معهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة أتواصل معهم، التويتر والفيسبوك وكل نعم. هذه الوسائل ممكن ينقلوا إليهم رسائل فيها حب وخلق الرسول، بحيث أن هم يغيروا صورة المسلمين ويغيروا صورة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي هذه المناسبة في دراسة من جانبهم لهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة. نعم. على كل إنسان أن يقوم بواجبه. وأنا في هذا المقام أحب أن أختم هذا اللقاء فأقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي.
يا محمد ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما غيرت أو حرفت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي، ولقد لامني فيه العزول، ولو درى نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على النبي محمد اللهم صل واجعله وسلم شافعنا محمد بفضلك وصحبه في وسلم. غد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حضرتك ذكرت من حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. فنحن نحاول بقدر الإمكان قضم الغيظ، نكون من المحسنين والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس، عشان نكون قريبين من مجلس سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن نكون في نفس الوقت في هذه الحالة من المدافعين وبقوة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا في نهاية لقائنا بنتفضل بالشكر لحضرتك. بنشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معوض من علماء الأزهر الشريف، وبنشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.